لو بتدوري على وصفة بسكوت نشادر مقرمش ودايب وريحته تملى البيت فانت في المكان الصح. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما بخير وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض انجح واسهل والذ وصفة بسكوت نشادر بمقادير ولا غلطة وخطوات بسيطة بس النتيجة فعلا مبهرة. وهقول لكم كمان كل الاسرار سواء في المكونات او طريقة العمل او في التسوية اللي هتخلي معاكي البسكوتة ناجحة من اول مرة. يلا نبدأ، بس ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واللي اول مره يشوفني وعجبه الفيديو يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل وصفاتي. يلا بينا. اول حاجه عندي 300 جرام من السمنه، والسمنه لازم قوامها يبقى بالشكل ده، ما تكونش سايحه ولا تكون ساقعه قوي، علشان لما اضربها مع السكر تديني القوام الهش اللي هيديني نتيجه مختلفه تماما في البسكوت. وبضيف 25 جرام من الزبدة في درجة حرارة المطبخ. حقيقي بتدي طعم غني للبسكوت، لكن لو مش حابين استبدلوها بسمنة عادي والنتيجة برضه هتكون ممتازة. هشغل بقى الستاند ميكسر وقت بسيط لما المادة الدهنية عندي يبقى قوامها خفيف شوية، وبعد كده ابدأ اضيف السكر، وبيكون مطحون سكر بودر بالشكل ده. انا طحنه في البيت. انا استخدمت 275 جرام من السكر، والمقدار ده بالنسبه لي مظبوط جدا، لكن تقدروا تزودوا كميه السكر لو بتحبوا مسكر شويه، وده مش هيأثر على النتيجه النهائيه للبسكوت. بس بجد اعتمدوا المقادير دي وهتلاقوها ممتازه جدا. بضيف السكر وبشغل الستاند ميكسر على السرعه الهاديه في الاول، وبعد كده بزود السرعه علشان نوصل للقوام الهش اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. لازم نوصل للنتيجة دي، القوام هش وخفيف وكريمي بالشكل ده، وفي نفس الوقت اللون فاتح وخطير بالطريقة دي. شايفين السمنة كان لونها ايه في الاول وبعد كده بقى لونها عامل ازاي؟ الخطوة دي مهمة جدا ولازم تاخد حقها، ودي اول سر من اسرار نجاح البسكوت. بعد كده بضيف بشر برتقان غسلته وبشرته بالمبشره بالناحيه الناعمه، وتاخدوا القشره الخارجيه الاورنج وما توصلوش للابيض عشان ما يمررش. دي بس كميه البشر اللي كانت عندي، لكن الحقيقه تقدروا تضيفوا الضعف، يعني معلقتين كبار يبقوا على الكيلو حلوين جدا. بس يندمج مع خليط السمنه والسكر. ابدا اضيف البيض. استخدمت 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه. طبعا البيض انا ضايفه له فانيليا، معلقتين من الفانيليا، وبعد كده بضيفهم بالتدريج. كل بيضه ما تختفي بضيف التانية لغايه ما اخلص البيض كله. لو البيض صغير هتستخدمي 4 بيضات وصفار بيضه، او تزودي في نسبه عصير البرتقال شويه. ونصيحتي زودي صفار بيضه وهتوصلي البسكوته ناعمه وخطيره. نرجع تاني، احنا ضربنا السمنه مع السكر وبعد كده ضفنا البيض بالتدريج، ولما اندمج مع المكونات بعد كده بنضيف عصير البرتقال. ضفت له خميره النشادر 10 جرام. شوفوا اول ما بنضيفها بتفور، بتعمل فوران رهيب، ده دليل ان هي ناجحه ونشطه. طبعا المفروض كنت استخدم حاجه اكبر من اللي استخدمتها، بس مش مشكله. بقلبها كويس وبضيفها بقى المكونات وبس، بدمجها مش هضرب كتير. انا استخدمت 50 مللي من عصير البرتقال بما يعادل ربع كوبايه، والنشادر معلقه كبيره مسطحه. واكيد لو احتاجنا بعد كده نسبه من السوائل عصير البرتقال بزود معلقه او 2 حسب قوام العجينه عندي. لازم المكونات مع بعضها تكون خفيفه بالطريقه دي. تعالوا بقى نشوف المكونات الجافه. عندي كيلو من الدقيق. انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات فاخر. طبعا نوع الدقيق مهم جدا وهيفرق في النتيجه، فلازم تختاروا نوع دقيق كويس. وطبعا لازم ننخل الدقيق كويس، وضفت له معلقه كبيره من البيكنج باودر بما يعادل 10 جرام، ومعلقه صغيره مليانه من الكاسترد، وده اختياري بس بيدي نكهه حلوه وكمان لون حلو للبسكوت. وكمان رشه الملح اللي بتعادل الطعم. وبقلب المكونات مع بعض، وبعدين تعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا انا هنا غيرت المضرب السلك بالكف عشان ادمج المكونات الجافه مع السوائل. احنا طبعا مش هنعجن خالص عشان ما ننشطش الجلوتين. ضفت دي بالشكل ده وهشغل الستاند ميكسر، يا دوب تندمج المكونات مع بعض، وبوقف تشغيل على طول، وطبعا بيكون على اهدى سرعه. شوفوا العجينه عندي اتجمعت ممتازه جدا. على طول بوقف تشغيل وبشوف قوام العجينه شكله ايه. تعالوا نشوف مع بعض. العجينه قوامها مظبوط جدا زي ما واضح في الفيديو بالشكل ده. شايفين بقى العجينه متماسكه ازاي، بتقطم مش مطاطيه كده. العجينه مظبوطه جدا ممتازه. خلاص مش محتاجه اي حاجه، ابدا اشتغل فيها على طول. وطبعا لان انواع الدقيق بتختلف فما تضيفوش الدقيق كله مره واحده. بشيل 3 معالق من الدقيق واخليهم على جنب قبل ما اضيف البيكنج باودر وباقي المكونات الجافه. واثناء العجن لو احتجت منهم بزود معلقه او 2 او كلهم حتى حسب ما تحتاج العجينه. يعني انا هنا استخدمت كيلو ناقص 3 معالق دقيق. اهم حاجه في النهايه بنوصل للقوام ده. جهزت المكنه وبرده جهزت الصواني. انا مش بدهنها اي ماده دهنيه، وده الشكل اللي انا هشتغل بيه. بركبه بالشكل ده وببدا اخد قطعه من العجين وبضغطها كويس قوي في المكنه علشان البسكوته تطلع محمله وليها سمك بالشكل ده. وطبعا طول البسكوته بتتحكموا فيه زي ما تحب، وبنسيب بقى مسافه بين كل بسكوته والتانيه زي ما واضح كده في الفيديو. عايزه اقول لكم نقطه مهمه قوي تاخدوا بالكم منها، ان انتوا ما تشتغلوش في مكان حر ولا تشتغلوا جنب الفرن، لان هتلاقوا العجينه سخنت وبتنزل السمنه بتاعتها. اشتغلوا دايما في مكان فيه تهويه او فيه تبريد، يعني مروحه، فيه تكييف.
اهم حاجه العجينه واحنا بنشتغل فيها ما تسخنش ابدا، ولو بتشتغلي لوحدك ما تعمليش كميات بسكوت كبيره. وكمان نقطه مهمه، لو لقيتي البسكوته بتنزل من الماكينه مقطعه كبسي العجينه كويس علشان تنزل مظبوط. وعايزاكم تاخدوها قاعده ثابته، اي نوع بتشتغلوا فيها تجربوا الاول في واحده او اتنين في الفرن، لو مظبوطه وناجحه خلاص بتشتغلوا بقى في الكميه كلها. لو محتاجه اي تعديل بظبط العجينه واشتغل فيها على طول. طبعا قبل ما ابدا تشكيل بكون مشغله الفرن يسخن كويس، لان الصينيه اللي بخلصها لازم اسويها على طول. بعد الصينيه ما خلصت بالشكل ده ببدا اظبطها، لو فيها اي زوايد كل بسكوته كده بالشكل ده، لو بسكوته معوجه شويه اعدلها، ولو بسكوته اطول من التانية ممكن برضو اقطع منها جزء بحيث يبقى كله تقريبا مقاس واحد. تعالوا بقى لنقطة مهمة جدا وهي التسوية. ممكن كل حاجة تبقى ممتازة جدا، مقادير وطريقة وكله، والتسوية هي اللي تبوظ البسكوت. فعايزة اقول لكم ان الفرن لازم يكون سخن. بعد كده بندخل البسكوت على درجة حرارة 190 الرف التاني من تحت، بس لمدة 5 دقايق. البسكوتة ترفع على طول، وبعد كده بهدي النار شوية تاخد اللون الذهبي الفاتح، وبعد كده بنشغل الشواية على درجة هادية بحيث البسكوتة تاخد لون ذهبي من فوق وتستوي كويس من جوه. يعني عندي الشواية والفرن بيشتغلوا مع بعض، فبشغل من تحت الاول البسكوتة تنفش وترفع كده على طول، وبعد كده بهدي النار واشغل الشواية على الهادي، البسكوتة تاخد لون ذهبي من فوق وفي نفس الوقت تكون مستوية كويس قوي. شايفين بقى البسكوت شكله ايه؟ لونها من فوق وتحت خطير، مستوية من جوه حلوة جدا، خفيفة جدا، اظن واضح قوي. شايفين بتتكسر بكل سهولة، وده طبعا بيبين قد ايه هي هشة وخفيفة وفي نفس الوقت مقرمشة وجميلة جدا. واكيد الصينية اللي بدخلها الفرن تستوي مش هقعد استناها، بشكل على طول في الصينية اللي هدخلها بعدها، واكيد طبعا بتابع التسوية وانا بشتغل في الصينية التانية. شايفين بقى شكل البسكوتة بيتكلم عن نفسه، والحقيقة مش محتاجة ان انا اوصف حاجة. البسكوتة قد ايه من كتر خفتها حقيقي بتتكسر بكل سهولة، خفيفة. شايفين التسوية من جوه مظبوطة ازاي؟ امشوا على الخطوات وعلى الطريقة وان شاء الله هتطلع معاكم احلى واحلى. وده البسكوت بتاعنا بعد ما خلص، وبيبقى فيه جزء من العجينة متبقي في المكنة في الاخر مش بينزل منها، فردتها على سطح العمل وقطعتها بقطعة على شكل وردة بالطريقة دي. وبكده خلصنا وصفتنا النهاردة. البسكوت ريحته وطعمه خطير بجد. يا رب أكون قدرت أوصل لكم كل التفاصيل والأسرار اللي تخلي البسكوت يطلع ناجح معاكم من أول مرة. جربوا الوصفة ومستنية تعليقاتكم الحلوة اللي بجد بتسعدني وبتشجعني كتير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، واللي أول مرة يشوفني يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل وصفاتي. إن شاء الله أشوفكم في وصفات جديدة أحلى وأحلى، وكل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة دايما يا رب. باي باي.